السلام عليكم. لسه مكملين مع الموسم الرابع من مسلسل تايتنز. في أحداث كتير مهمة حصلت في الثلاث حلقات اللي فاتوا، هنتكلم عليها مع بعض ونشوف هل المسلسل لسه ماشي بشكل كويس ولا لأ. وغير كده هيكون في شوية توقعات في الآخر، فخليك جاهز. بس قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تتأكد ان انت مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا، وما تنساش برضو اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض مسلسل تايتنز. Me. طيب بالنسبة للحلقة التالتة، قدمنا فيها شخصية جديدة وهي جينكس، ودي شخصية أنتي هيرو، أحيانا بتكون مع التايتنز وساعات بتكون ضدهم. أي نعم مش شخصية منتظرة قوي، ولكن متوقع أن يكون ليها دور كبير قدام في القصة بتاعتنا. وغير كده أعضاء الفرقة بيوصلوا لسباستيان قبل أمه وخطتها الكبيرة، وواضح بالرغم من اللي شافه في الحلقات اللي فاتت إنه لسه عنده جانب من الخير وعايز يكون مع التايتنز. وغير كده الحلقة التالتة ما كانش فيها كتير أحداث مهمة، ولكن في الحلقة الرابعة بدأنا نعرف أكتر عن الخطر اللي بنواجهه والمنظمة الكبيرة اللي بس عايزة توصل لسباستيان عشان يكون براذر بلاد، ولكن التايتنز لسه محافظين عليه يعني لحد دلوقتي. وفي الحلقة الخامسة بعد محاولات كتيرة، سيباستيان بيروح لأمه وبيتحضر عشان يكون الفيلن الرئيسي براذر بلود. لحد دلوقتي المسلسل لسه بيمهد للخطر اللي جاي، أي نعم مش بشكل ممل، ولكن الأحداث لسه ما انفجرتش في وشنا، ولسه ما شفناش مفاجآت كبيرة ما عدا مفاجأة واحدة، وده يعتبر أفضل حدث في الموسم ده لحد دلوقتي، وهو ظهور زومبي ديستروك. وده كان مشهد جامد جدا، حاجة من ريحة الموسم التاني، أفضل موسم في المسلسل لحد دلوقتي. وده يعتبر المكسب الوحيد اللي طلعنا بيه من ريحة شخصية ماذر ماهم ولا مش عارف اسمها ايه، اللي كانت بس عايزة توصل لابنها. وكمان التمهيد للفيلن الرئيسي كان كويس جدا، وكان جديد من نوعه، مش مجرد شرير قوي جدا في أول كام حلقة وفي آخر حلقة بيكون سهل جدا التغلب عليه. لا، المرة دي شخصية تتعاطف معاها، وحتى لما اختار يروح للجانب المظلم كان بس عشان ينقذ ستار فاير. يعني لحد دلوقتي الموسم ده ماشي بشكل كويس جدا، تقديم كويس للفيلن من غير فرد عضلات، ولسه هنشوف لحظات تحول هتغير من الأحداث بشكل كبير، وحتى المواجهات هتكون صعبة جدا لأن سباستيان مختارش يكون في الجانب ده، وعرفنا إن ده يعتبر مصيره، وهيكون صعب جدا على أعضاء الفرقة إنهم يواجهوه، وخصوصا شخصية ريفن لأنها كده هتواجه أخوها، ففي صراعات داخلية هتكون مؤثرة جدا قدام. وأنا هنا مش بتكلم عن الصراع اللي حصل ما بين بيست بوي والتعبان اللي بيظهر جوه سوبر بوي، يعني حتى الجملة غريبة ما بالك بالمشهد. ويا ريت لو هيكون في تضحيات يكون تيم ديريك عشان نخلص من القرف ده. لسه عندي حماس للي جاي، ولسه عايز أعرف ريفن هتعمل ايه من غير قدراتها، بالرغم ان ده كان عاجبها، بس لازم يكون لها دور سواء هي او ستار فاير. ويا ريت شخصية ستار فاير تستقر شوية عشان بدأت أحس إنها بتاخد وقت من الحلقات على الفاضي. معرفش ايه دور تيم ديريك في عالم السحر اللي احنا داخلين عليه. سوبر بوي كنت فاكر إنه هيكون ليه دور كبير خصوصا واحنا في مدينة متروبوليس، ولكن لسه مستني منه كتير قدام. طبعا ما نقدرش نحكم على الموسم ده لحد دلوقتي لان يعتبر احنا لسه ما دخلناش على التقيل، بس اقدر اقول ان هو ماشي بشكل كويس زي ما قلت في الاول. وعجبني جدا ان احنا بنربط مع المواسم اللي فاتت سواء مع الموسم الاول او التاني، واتمنى ان احنا ما نرجعش للموسم التالت لانه كان فعلا كارثة. اتمنى بعد التقديم المحترم لبراذر بلود ان هو يظهر بشكل كويس جدا، ونشوف المواجهات اللي جاية بشكل عنيف اكتر، خصوصا مع المشاهد الدموية اللي في الأول، فده بيمهد لملحمة قدام. ولكن أتوقع إن ممكن يحصل تضحيات في سبيل اللي احنا بنقدم فيلم تقيل وعايزين نعرف الخطر اللي جاي منه، فممكن نشوف شخصية أو اتنين بيموتوا قدام، وممكن أعضاء جدد من الفرقة اللي تقدموا يكونوا هما اللي هيضحوا بنفسهم. لسه لحد دلوقتي الملامح مش باينة، ولكن أقدر أقول إن المسلسل بيحاول يكون كويس، وأتمنى إن هو ما يقعش في فخ الموسم الثالث. ولكن بشكل عام الموسم لسه ما دخلش على مرحلة الملل، لسه عندك فضول إنك تعرف
ايه اللي هيحصل قدام، ونتمنى الحلقات اللي جاية تكون احسن من كده. وبس كده، ده كان كل اللي عندي النهاردة بالنسبة للتين تايتن. وكالعادة ما تنساش تشارك تحت رأيك في الكومنت لو انت متفق معايا ولا لا. وكالعادة لو عجبك الفيديو ده وحسيت ان انت عايز تشوف فيديوهات اكتر، يا ريت تنزل تشرفنا تحت في القناة وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. وما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة كان معكم محمد وليد، اشوفكم على خير الله في الحلقات اللي جاية. سلام.